حبايبي ازيكم؟ النهارده هنعمل مع بعض المحشي الخطير ده، محشي ورق العنب والكوسه والفلفل. وهنشوف طرق لف ورق العنب. النهارده هنعمل تسبيكه زمان، تسبيكه جدتي وجدتك. كان عندي قطع سمين صغير كده، حمرتهم الاول وبعد كده نزلت بالزيت، ونزلت بعد كده باربع بصلات كبار. هنقلبهم مع بعض. هنصفر البصل شوية، هو كده لسه فاتح. تمام كده، البصل اصفر. دلوقتي هننزل بمعلقتين كبار من الصلصة. هنقلبهم كويس مع البصل، كل ده على نار عالية. دلوقتي هنزل بمكعبين من المرقة، والملح والفلفل. في بيحب يحطوا كمون، في بيحب يحطوا كزبرة، التتبيلة اللي انت حباها. وفي بيجيبوا تتبيلة المحشي، بهارات المحشي. لكن فعلا بالفلفل والملح بيبقى طعمه حلو قوي. تمام كده، البصل خد من لون الصلصة. دلوقتي هنزل بالطماطم اللي انا مفرزاها. هنقلبها كويس ونسيبها على نار عالية لغاية لما الطماطم تفك. ومش هتاخد وقت في التسبيك، لان كده كده الطماطم احنا مفرزينها فهي طبيعي متسبكة. هغطيها كده. انا هديت عليها، بدأت تدخل في التسبيك. بنعرف ازاي؟ لما نلاقي ان الزيت بيبدأ يطلع على وش الصلصة كده. تمام، هغطي عليها واسيبها متهدي عليها. وتعالوا نشوف المحشي بتاعنا هنعمل ايه. معايا 1.5 كيلو من ورق العنب، و2 كيلو من الكوسة. انا مقوراها وعاملاها بالمقوار شورات كده من بره. يلا نقطع الخضرة اللي انا مستخدماها شبت وبقدونس بس. انت حابة تحطي كمان كزبرة براحتك، الخضرة اللي انت حباها. بس هي كده بتبقى لطيفة جدا، ولما بتزودي الشبت كمان بيدي طعم حلو قوي للمحشي. وانا بزود خضرة بتبقى كميتها كبيرة كده. تمام كده خلاص، اهو بقطعها لقطع صغيرة، وهعيد عليها تاني اتأكد ان هي مفيهاش قطع كبيرة. تمام، هنخلص كل كمية بقى الخضرة دي، اخر دفعة. ومعايا الرز كنت غسلاه ومصفياه مفيهوش ميه خالص. هحطه على الخضرة واقلبهم مع بعض كويس، ويلا بينا نحطهم على الصلصة. هبدأ انزل بيهم دفعات واقلبهم مع الصلصة لغاية لما الاقي ان الرز بقى مفلفل والصلصة اختفت. هنقلب كويس، وكل ما يتقلب ونلاقي ان الرز لونه غير ننزل بالدفعة التانية. تمام كده، دي تقريبا اخر دفعة. قلب كويس، نشوف بقى الملح نظبطه. لقيتها محتاجة ملح تاني، حطيت. حط فلفل
ومعلقتين زيت كبار. بس كده التسبيكة بتاعتنا خلصت والخلطة خلصت. بالمعلقة كده هوريكم ان مفيش صلصة سايلة خالص، الرز شرب الصلصة. ويلا بينا نشوف هنحشي ورق العنب ازاي. اول طريقة للف ورق العنب ان احنا على بلانشة او على طبق بنفرد ورقة العنب ونتني ونقفل الجناب ونلف الرول. نفس فكرة اللف على الايد، بس بدل ما على الايد هيبقى على بلانشة ولا طبق. دي الطريقة التانية، طريقة الكيس، شبيهة لطريقة المكنة شوية، بس انا بصراحة شايفاها بتاخد وقت، والمكنة اصلا الواحد جربها فاشلة جدا، ما بتقفلش ورق العنب كويس وعايزة ورق حجم معين. هنضغط بالسكينة او بالمعلقة بعد ما قفلنا الجناب ونشد الكيس نسحبه. تمام كده. انا بقى بفضل الطريقة التالتة اللي على الايد. وبكل سهولة الورقة اتلفت. كده خلصنا المحشي بتاعنا. بالنسبة بقى للسوا بنحط الشوربة ومنغطيش الشوربة للآخر ونسيب اخر صف خالص معلهوش شوربة. ولما بتغلي القعد يغلي بحط طبق غلوتين وهدي. اول ما بهدي بشيل الطبق ده، ولما المحشي يشرب كل السوائل اللي فيه يبقى كده استوى. للأسف الفيديو اللي كان فيه المحشي مستوي اتحذف. جربوا طريقة اللف والتسبيكة وان شاء الله تعجبكم. ألف هنا.